بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحبايبي في الصف الثاني الإعدادي. كتبتولي في التعليقات عايزين حل امتحان محافظة 10. طلعت محافظة الشرقية من كتاب الأضواء صفحة 53. أي سؤال ما انتش عارفه، أي محافظة عايز حلها، بتكتبها لي تحت في التعليقات أو بتكلمني على الواتس. معاكم مس سمر الصاوي للدراسات. أول سؤال عندي سؤال خريطة للوطن العربي. واحد، عند نهر دجلة والفرات في العراق. أولى الدول المنتجة للكبريت فعلا العراق. 2، مش دي مصر اللي فيها نهر النيل؟ مصر دي تحتها السودان، ماشي، مش دي مصر، جنبها ليبيا، يبقى دي دولة ليبيا. هو مش عايز دولة ليبيا. رقم 2 ده عايز دائرة عرض، دي مدار السرطان. رقم 3 ثاني الدول إنتاجا للقمح، 3 دي المغرب. 4 ده المحيط الهندي. بما تفسر تزايد إنتاج الغاز الطبيعي بالوطن العربي؟ نتيجة لتقدم تكنولوجيا تسهيل الغاز ونقله وتزايد الطلب عليه. نتيجة لتقدم تكنولوجيا تسهيل الغاز ونقله وتزايد الطلب عليه. بما تفسر تستأثر مصر بزراعة الأرز بالوطن العربي؟ بسبب توافر الشروط الملائمة لزراعته من درجة حرارة مرتفعة، تربة طينية ثقيلة، مياه ري وفيرة. بسبب توافر الظروف أو الشروط الملائمة لزراعته في مصر من درجة حرارة مرتفعة، تربة طينية ثقيلة، مياه ري وفيرة. ما العلاقة بين المناخ وتحقيق التبادل والتكامل بين الدول العربية؟ تنوع المناخ ساعد على إنتاج محاصيل متنوعة مما أدى إلى تحقيق التبادل والتكامل بين الدول العربية. يبقى تنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية مما أدى إلى تحقيق التبادل المتكامل بين الدول العربية في المحاصيل الزراعية. يعني أنت هتكتب كل ده. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. 1، محصول صيفي يعد من أهم الألياف الطبيعية المستخدمة في صناعة المنسوجات، القطن. مجموعة الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة خلال عام. الدخل القومي. السلع والمنتجات والخدمات التي تشتريها الدول العربية من الدول الأخرى. تشتريها يبقى الواردات العربية. سياحة تتمثل في زيارة الشواطئ والصحاري اللي هي سياحة السفاري اللي هي السياحة الترفيهية. ماذا يحدث إذا زادت كمية الأمطار بالوطن العربي واستمرت دون تذبذب؟ هيحصل إيه؟ سوف يؤدي إلى ثبات وزيادة الإنتاج الزراعي. ثبات وزيادة الإنتاج الزراعي. ماذا يحدث إذا تم التنسيق بين الدول العربية في المشروعات الزراعية والصناعية؟ يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات عربية مما يؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. لو الإجابة طويلة ممكن نلخصها نكتب لحد هنا. يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، بس زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية. عايز تكتب الإجابة كاملة تكتب كل ده. ثانيا التاريخ صح وغلط. الركائز مبلغ من المال يؤخذ من أهل الذمة، غلط، مش الركائز، أشيل الركائز واكتب الجزية. استنجد شاور بنور الدين محمود أثناء صراعه مع ضرغام، صح. كانت معركة الذاب 132 هجرية آخر المعارك في تاريخ الدولة الأموية، صح. إذا اختلف أهل الشورى في الرأي يؤخذ برأي الأغلبية، صح. ما النتائج التي ترتبت على معركة عين جالوت؟ 1، انتصار المسلمين وهزيمة المغول. 2، حماية العالم الإسلامي من خطر المغول. 3، عودة الخلافة الإسلامية مرة أخرى إلى قوتها. ما النتائج التي ترتبت على اكتشاف البرتغاليون لطريق رأس رجاء الصالح؟ تدهورت الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك في مصر. تدهورت الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك في مصر، دي الإجابة. ما رأيك في تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان؟ رائع وعظيم، لأنه أدى إلى توحيد كلمة المسلمين وحقن دماء المسلمين. لحد كده ممكن نقف. حبيت نكمل ونتعلم من هذا الموقف أن مصلحة الأمة الإسلامية مقدمة على مصلحة الفرد، وأن تنازل الحسن بن علي عن الخلافة كان حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمته. ده سؤال مفتوح، أي إجابة تكتبها صح، المهم إن أنت تكتب رائع وعظيم، حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمته. الحرية التي تعطي لصاحبها حق التصرف في أمواله وممتلكاته هي حرية دينية. مفيش هنا دين.
حرية مدنية صح، حرية مدنية صح. لو فكرية هنا كنت هلاقي حرية الفكر، يبقى مدنية. نجح المعتصم في فتح مدينة عمورية، هو فتح عمورية، ده المعتصم. تعتبر إمارة إيه من الإمارات التي أقامها الصليبيون في شمال العراق؟ أرها، شمال العراق. أمر الخليفة عبد الملك ابن مروان بإعادة بناء المسجد النبوي، تنقيط المصحف، إنشاء مدينة القيروان، إنشاء ديوان الخاتم. عبد الملك ابن مروان أمر بتنقيط المصحف، ده الاختيار الصحيح. دلل. يوجد العديد من العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة العباسية. 1. عدة أسباب: سيطرة العناصر غير العربية كالفرس والأتراك على نظم الجيش والإدارة بالدولة بسبب كثرة استعانة الخلفاء بهم. 2. اتساع رقعة الدولة الإسلامية مما شجع على زيادة الأطماع فيه. الصراع بين أبناء البيت العباسي نتيجة لتولية العهد الأكثر من واحد. تولى الحكم خلفاء ضعاف في العصر العباسي الثاني. دلل. تعددت مصارف بيت المال. 1. الإنفاق على الفقراء والمساكين. 2. إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية. 3. إنشاء المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية. 4. دفع رواتب العاملين بالدولة. 5. الإنفاق على الجيش والأسطول. طب يا سنة أولى كانت معاكم مس سمر الصاوي. ما تنساش تعليق جميل منك، تعملي لايك في القناة، لو ما انتش مشترك تشترك في القناة. كل الحاجات دي بتساعدني أنا، وربنا معاكم يا سنة أولى.